كان في جار لينا كان بيتأذى من الكلاب. الكلاب كانت بتبوظ له الزرع بتاعه باستمرار، فمبقاش عارف يعمل معاهم ايه. وعددهم كان كبير، كانوا 6، وكان فيهم نوتي وكانوا بيولدوا. يعني كان في 2 والدين، كل واحدة جايبة 4. يعني شوف بقى العدد بقى كام. بقوا 15 كلب. فطبعا كانوا بيبوظوا له الزرع بتاعه. في جنينة موجودة، فقرر ان هو يحط لهم سم على عيش وياكلوه ويسممهم ويرتاح منهم. مبدئيا، هل ده حلال ولا حرام في ظرف ان هما بيبوظوا الزرع بتاعه وبيأذوه؟ ما علينا. وبعد كده رمى العيش لمدة يوم، لقاهم ما ماتوش. قال يراقبهم، لقى ان في كلب واحد دخل كلب والباقي واقف يتفرج. تمام بيكملوا، مش تمام محدش بياكل، حتى بياخد عينة ما بيبلعهاش بيجربها، وزي ما يكون متدرب على أكل السم. عرف الكلام ده كله ازاي؟ سبحان الله. تشكيل، عاملين تشكيل عصابي. واحد داخل ياكل والباقي واقف يتفرج، لو جراله حاجة الباقي ما ياكلش بقى القطيع. طب يا ترى بقى اللي بيضحي ده هو القائد ولا النائب بتاعه؟ وبعدين قرر ان هو يجيب شوية طيور ميتة، عظم فراخ على رجول على مصارين، حاجات من اللي عند بتوع مجازر الفراخ دول، وقال هحط عليهم سم وهوزعهم على يومين وهرميهم في أماكن مختلفة. فكل كلب هيخش ياكل هيجرب هيموت، يبقى هيجيبهم واحد واحد. عمل خطة ذكية، هم أذكياء وهو طلع أذكى. بس الحوار ده كله في الأول في الآخر حلال ولا حرام اللي هو هيعمله؟ بس هما بوظوله الزرع بتاعه. لو أول مرة تسمعني، اشتراك ولايك، صلي على النبي في الكومنتات وقول رأيك في الموقف ده، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.